بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي وأحبابي المشتركين في قناة المستر سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كل سنة وأنتم طيبين، وسنة سعيدة عليكم جميعا. سنة 2025 اللي بدأت من 5 دقايق. سنة 2025 بنودع بيها أو بدايتها بنودع بيها سنة عدت اللي هي سنة 2024. بنودعها بكل همومها وبكل متاعبها وبكل مشاكلها وبكل عقباتها وبكل ضرباتها وبكل خسائرها وبكل أحزانها وبكل الآمال والطموحات التي لم تتحقق. بنودع كل ده في سنة 2024، بنحطها في بقى يعني باكت كده وبننساها، ونبدأ سنة جديدة اللي هي سنة 2025. نتمنى من الله عز وجل ان هي تكون سنة سعيدة علينا جميعا. طبعا كالعادة وزي كل سنة بتضج الصفحات وبتضج الماسنجرز والواتس، والدنيا بتتقلب بالتهاني والتبريكات بقدوم سنة 2025. يعني ولا أكننا في العشر الأواخر من رمضان أو في أيام الحج المفترجة. كل الناس بتضج بالأدعية والتمني بكل الخير وده شيء كويس على فكرة وشيء إيجابي. يعني في ناس بتعترض على الموضوع ده وبتنتقد القصة دي، بس ده شيء إيجابي جدا، وده بيعمل حالة نفسية إيجابية، وده بيعمل في الاتزان النفسي، بيزود الاتزان النفسي الإيجابي وبيخلي الإنسان عنده طاقة إيجابية. احنا بنتمنى ان يكون عند الجميع طاقة ايجابية. الطاقة الايجابية بتنشأ من يعني الروح اللي بتبقى جميلة بين الناس وبعضها. ده بيحصل يعني دايما في 31/12. المشكلة بقى والغريب ان احنا بنتمنى ان اللي بيحصل في يوم 31/12 ده يعني يبقى بيتكرر على مدار السنة. يعني احنا بنولد لبعض طاقة ايجابية، ما نفضل كده على طول. يعني بلاش كل يوم، يعني خلاها اسبوعيا او شهريا حتى. انما احنا عندنا بصوا يعني استمرارية وتأكيد وضغط على ضغط نفسي، وبنضغط على بعض نفسيا طول السنة. بنضغط على بعض نفسيا طول السنة بشكل يولد اكتئاب وشكل يولد طاقة سلبية بتوصلنا لمرحلة صعبة جدا. نفس الأشخاص اللي بيعملوا لنا ضغط ونفس الأشخاص اللي بيضغطوا علينا نفسيا واللي بيسببوا لنا طاقة سلبية واللي بيسودوا الدنيا في وشنا هم نفس الأشخاص اللي بيولدوا لنا طاقة إيجابية يوم 31/12. طب احنا نخلي السنة كلها 31/12 ولا نعمل ايه؟ نخليها كلها 31/12 عشان تدونا طاقة إيجابية؟ يا ريت الناس تفكر بعقلانية في الموضوع ده، إن إحنا نخلي كل السنة كلها 31/12. ما كانش يوميا يبقى أسبوعيا على الأقل. ديت نقطة. النقطة التانية إن إحنا عايزين نتعامل برضو مع الحدث على قدره يا جماعة. إحنا دلوقتي مش في العشرة الأواخر من رمضان يا جماعة. مش نوصل بقى بالتضرع والتهجد لكل مقام مقال. نهدى شويه كده، ايه الموضوع مش يزيد مش يفرض مننا. الاحتفالات بقى يا جماعه، الاحتفالات براس السنه. الاحتفالات انا بتمنى من الناس اللي هي بتعمل احتفالات، والناس اللي بتطلع بقى للفسق والفجور الاحتفالات بقى اللي هي بصوا الناس ديت يا ريت يعرفونا مكانهم فين، او ممكن نوصل لهم ازاي وياخدونا معاهم. فلربما ان احنا نكون لسنا بخير، على امل ان احنا نبقى معاهم في الاحتفالات دي. الاحتفالات يا جماعه بتوصل لذروتها في مدينه فاقوس محافظه الشرقيه، وخصيصا في شارع كفر العدوي. شارع كفر العدوي الساعة 12 بالليل يوم 31/12، يوم الثلاث 31/12/2024. مش بصوا بقى ايه هقول ايه، لا يوصف. هتلاقي الفيديو في التعليقات، في فيديوهات في التعليقات تحت وانت بتتفرج كده هتلاقيهم. حاجة مهولة. احتفالات بدون وعي، صغير وكبير. وقلنا برضو ان الاحتفالات ديت برضو ما تزيدش عن
بس في نفس الوقت حاجه كويسه على فكره. يعني في الناس اللي بتنتقد الحاجات ديت، لا انا ما بنتقدش الحاجات دي. انا مع اي حاجه تولد طاقه ايجابيه، ومع اي حاجه تخلي الانسان يعني مبسوط. احنا بنقدر ان احنا نبسط نفسنا بنفسنا بحاجات بسيطه يعني. فسنه سعيده عليكم جميعا، من هنا من ارض فاقوس محافظه الشرقيه. سنه سعيده على الجميع من قناه المستر سبورتس، قناه الشعب، القناه الترند. القناه ديت على فكره تركي آل الشيخ يعني طال عمره المستشار تركي آل الشيخ يعني وسط ابراهيم فايق انه يكلمني ان هو عايز يشتري القناه، يعني عايز يشتري القناه بحيث ان هي من كم المشاهدات الفظيعه اللي موجوده فيها. وطبعا ده موجود في الفيديوهات اللي موجوده، تلاقي في فيديوهات 80 مشاهده و25 مشاهده و30 مشاهده. فتركي آل الشيخ موسط ابراهيم فايق ان هو عايز يشتري القناه. بس بصراحه انا صعبان عليا الجمهور الغفير اللي موجود في القناه. ادعموا القناه وخليكم مع القناه وشاهدوا القناه عشان القناه تتباع. يا جماعه كده مش ينفع. بنحبكم والله. كل سنه وانتم طيبين جميعا، وتنعاد عليكم بالخير، ويا رب عقبال 2125 واحنا مع بعض. سلام عليكم.